في مرة من المرات دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها وعندها امرأة عجوز، فقالت له عائشة: إن هذه يا رسول الله تسألك مرافقتك في الجنة، تريد أن تكون في نفس المنزلة التي تكون فيها في الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا يدخل الجنة عجوز. فهذه المرأة ظنت أن الكلام على ظاهره، فذهب عليه الصلاة والسلام يصلي، ثم عاد وإذا بالمرأة تبكي. ما بالها؟ قالت: والله يا رسول الله منذ قلت لها هذا الكلام وهي تبكي. فأخبرها عليه الصلاة والسلام بأنها ستتحول إلى بكر ابنة 33 سنة، فالجنة لا يدخلها عجوز، لأن جميع النساء سيتحولن إلى شواب، كما قال الله جل وعلا: أبكارا عربا أترابا. فعلمت المرأة أنه مزاح، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يمزح لكن لا يقول إلا حقا. امرأة أخرى جاءت تشتكي له عليه الصلاة والسلام زوجها، فقال لها صلى الله عليه وسلم: زوجك الذي في عينه بياض؟ قالت: لا يا رسول الله. قال: بلى. قالت: لا. يعني ظنت أن البياض ماذا يعني؟ آفة. نعم، الآفة التي في العين، لكن في حقيقة الأمر فيها أحد ما في عينه بياض؟ هل عيون الناس كلها سوداء؟ العين فيها بياض وسواد. فكان عليه الصلاة والسلام يمزح ولا يقول إلا حقا. في مرة من المرات رأى أحد أصحابه في السوق وهو لا يدري أن النبي عليه الصلاة والسلام خلفه، جاء واحتضنه وأخذ يقول: من يشتري العبد، من يشتري العبد. فقال الصحابي: والله يا رسول الله تجدني إذن كاسدا، يعني غير مرغوب في. قال: لكنك عند الله لست بكاسد. وهكذا صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال: يا رسول الله احملني، يعني أعطني جملا يحملني. قال: إن حاملوك على ولد الناقة، يعني الحاشي الصغير، أو ليس هذا يعنيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هكذا يعني يدل ظاهر اللفظ. قال: يا رسول الله وماذا أصنع بولد الناقة، يعني صغير ما يحملني. قال: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ يعني البعير الذي تريده هو أصلا ابن ناقة، ولا من أين جاء؟ فهكذا صلى الله عليه وسلم كان يمزح، لكنه لا يقول إلا حقا بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام.